في قصص كتير حوالينا بتورينا ازاي الغلط الصغير ممكن يجرنا لكارثة كبيرة، واللي هتسمعوه دلوقتي حصل في منطقة الخنكة بالقلوبية. قصة زوج وزوجته كان شكل حياتهم عادي جدا، لكن في النهاية كانت مأساة محدش يتوقعها ولا كانت تخطر على بال أي حد. الزوج اسمه محمد والزوجة منى كانت ست بيت عادية جدا، كل يوم تنزل تجيب طلبات للبيت. وفي يوم سألت جوزها تحب تاكل ايه النهاردة، فرد عليها وقال لها انا زهقت من الاكل الروتيني، تعالي نغير جو وننزل انا وانتي ونجيب الطلبات اللي ناقصة في البيت ونتعشى بره بالمرة. محمد بصراحة كان بيحبها وعايز يفرحها، فهم ماشيين سألها تحب تجيبي ايه، قالت له تعالى نروح عند الجزار اللي في المنطقة اللي اسمه أمير نجيب من عنده اللحمة. راحوا عنده ولما دخلوا لقوا أمير معلق اللحمة. منى قالت لجوزها نفسي في لحمة ضاني. محمد سأله يا معلم أمير عندك لحمة ضاني؟ قال له لا والله ما عنديش. قال له طب لو ماعز ماشي. قال له برضه لا مفيش غير بتلو ونضيف جدا. منى ردت مش عايزة بتلو، نفسي في ضاني. هنا الجزار حب يروج للمحل بتاعه والشغل اللي على السوشيال ميديا، وقال لها طيب انا عندي جروب لو تجيب رقم تليفونك واضيفك فيه وتشوف العروض بتاعتنا، واول ما يجي اللحمة الضاني هتيجي تاخدوها على طول. وفعلا مسك تليفونها وكتب رقمه ورن على نفسه. محمد اتوتر وقال له ايه اللي بتعمله ده، ازاي تاخد منها التليفون وتكتب رقمك؟ الجزار بسرعة رد يا باشا والله مش قصدي حاجة، انا كنت ممكن اخد رقمك انت كمان، الموضوع كله اعلانات عن العروض ومعظم الستات في المنطقة عندي على الجروب، ولو مش عاجبك امسح الرقم. محمد حاول يسيطر على نفسه وقال خلاص ماشي، وبالفعل مشي هو ومراته وجابوا بقية الطلبات ورجعوا على البيت. لكن من اليوم ده بقى محمد بيلاقي التلاجة مليانة لحمة، كل ما يسأل منى ايه اللحمة دي ترد تقول له دي من عند أمير عامل عروض، اللحمة ب 450 بينزلها في العرض ب 300 و 350 وأحيانا بتنزل ل 250 جنيه. مع الأيام بقى بيتهم مليان لحمة ورخيصة بشكل غريب، لدرجة إن محمد بدأ يشك. في يوم احتاج يعمل مكالمة من تليفونها، مسك الموبايل لها عاملة باسورد، استغرب جدا لأنها عمرها ما عملت كده. سألها ايه ده يا منى، ايه الباسورد ده، من امتى انت بتعملي كده؟ قالت له ده اخويا عمل لي باسورد للتليفون عشان لو قدر الله التليفون اتسرق الحاجات اللي عليه الصور الخاصة ما تتاخدش، وانت عارف الكلام ده كويس. محمد ما صدقش كلامها قوي، وهنا حفظ الباسورد اللي هي عاملاه، وبالليل وهي نايمة فتح تليفونها، وهنا كانت الصدمة، لقي محادثات بينها وبين الجزار أمير. الكلام كان واضح وكلام كان يشيب. منى كاتباله معلش مش هقدر اجي النهارده، عندي الظروف الشهرية، اول ما تخلص هاجيلك البيت على طول. محمد اتصدم، صحاها من النوم وقال لها ايه ده يا منى، ايه المحادثة دي؟ هي حاولت تنكر، لكن لما رجع لها المحادثات ووراها كل اللي هي كاتباه كلام ما ينفعش يتقال نهائي. في الاخر انهارت وقالت له ايوه انا كنت بروح له المحل في الاول وبعدين خدنا على شقته وحصل بينا علاقة، واللحمة اللي كنت بجيبها كلها كانت ببلاش. الكلام وقع عليه زي الصعقة، قال لها طبعا هيديها لك ببلاش، مش بياخد حقها من شرفك. محمد ما قدرش يمسك نفسه، جرى على المطبخ مسك السكينة وطعنها 3 طعنات خلصت عليها في ساعتها. بعدها اتصل بالشرطة بنفسه وقال لهم انا قتلت مراتي. الشرطة جات وشافوا الجثة وشافوا كمان المحادثات اللي على الموبايل، ومحمد قال هي اعترفت لي انها كانت بتروح للجزار، وكل اللحمة اللي كانت في البيت دي كان من شرفها مش بفلوسي، انا ما اتملكتش نفسي وقتلتها. النهاردة محمد في الحبس مستني الحكم، لكن يا ترى دي قضية شرف
القانون بيقول لا، لانه ما مسكهاش متلبسة، هي اعترفت، لكن الاعتراف مش مبرر للقتل. كان ممكن يطلقها ويمشي، لكن هو ضيع نفسه وضيع حياته كلها علشان واحدة خاينة. اللي حصل مع محمد بيورينا ان الغيرة العامية والغضب ممكن يدمروا الانسان. كان ممكن ياخد موقف من اول يوم لما شاف الجزار بيمسك تليفون مراته، كان ممكن يوقفها عند حدها بدل ما يسيب الامور تتطور. الخيانة جرح كبير، لكن مش الحل انك ترتكب جريمة تضيع بها مستقبلك. اللي بيخونك سيبه وامشي، لكن ما تضيعش عمرك علشانه. ودي كانت حكاية محمد ومنى والجزار أمير، قصة تثبت ان الغلط عمره ما بيدي من غير تمن، وان الخيانة نهايتها دايما سودة. ايه رأيكم في القصة؟ شايفين مين اللي كان السبب الحقيقي في اللي حصل؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وانا هقرا كل تعليق بنفسي. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة الصندوق الاسود علشان تفضلوا متابعين كل القصص اللي بنقدمها. قصص هتزودكم خبرة في الحياة وتخليكم تفكروا 1000 مرة قبل اي قرار. استنوني في حلقة جديدة من الصندوق الاسود، القناة اللي هتخليكم تشوفوا الوش التاني من اي حكاية. ومع السلامة.